وبالحدوتة بتطلع إيديك نضيفة وتعيش وتحكي قصة واتنين وتلاتة وملايين. في رحلة الغزالة من الكهف للورق ومن القهوة للراديو ومن المسرح للتلفزيون، الناس بتجري ورا الغزالة، وبيبدأ الإنسان يعرف إن اللي يمسك الغزالة بيبقى مسك كنز كبير جدا، لأنه هيجريها بمزاجه ويجري الناس وراه. ومع سرعة وصول الغزالة لبيت كل واحد فينا بنشوفها بتتحول لأداة وطريقة إقناع. فبنشوف حاجة زي واي وي فايت في أمريكا سنة 42 اللي كانت بتصنع معنى واحد للحرب، أو امباير ماركتينج بورد في بريطانيا اللي كانت بتوحد الإمبراطورية البريطانية كلها في فكرة إمبراطورية واحدة عالمية. ودول كانوا مجرد طرق صغيرة لإقناع الشعب بتاعك إن هم يدخلوا حرب أصلا. وبعد ما مسكت الغزالة وجريت شعبك وراها، بتمسك غزالة عدوك وبتدخل عليه بقصة وصاية، رسالة تمدين، أو أراضي محتاجة إدارة حديثة. بالحدوتة بتاخد أرض، وبالحدوتة بتقسم حدود، وبالحدوتة بتطلع إيديك نظيفة وتعيش وتحكي قصة واتنين وتلاتة وملايين. واللي عليك تحكي أنت كمان حدوتة، حتى لو عن شارع أو بيت، حتى لو عن نفسك، عن عيلتك، عن كل اللي حواليك. المهم إن أنت تحكي حدوتة، وده وقت الحدوتة.